لو انت عايز تبدأ تخطيط ففي حاجات كتير قوي من المهم انك تعرفها قبل ما تبتدي تخطيط. والنهارده هنتكلم سوا عن 5 حاجات من اهم الحاجات اللي لازم تكون عارفهم كويس جدا قبل ما تبدأ اي عملية تخطيط. جماعه ازيكم، انا نورهان محمود. بنعمل هنا فيديوز عن البرودكتيفيتي وبنستدي مع بعض او بنذاكر مع بعض وبنعمل فيديوز عن اي حاجه اتعلمتها بشكل عام. ف if you're interested just subscribe share like للفيديو ده ويلا بينا نبدا. اول حاجه لازم تعرفها قبل ما تبتدي تخطيط انك مش محتاج اي حاجه. انت مش محتاج افخم كالندر في الدنيا، ولا محتاج احسن اجنده في الحياه، ولا محتاج اكتر جورنال شكلها لطيف وجميله ولطيفه وغاليه. لا، انت كل اللي انت محتاجه حرفيا هو كشكول وقلم. ده كل اللي انت محتاجه عشان تبدا تخطيط. ما عندكش كشكول اوكي، اي حاجه عندك، اي نوت بوك عندك، ما عندكش نوت بوك، اي ورقه فاضيه وقلم كافيين جدا 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 انك تبدا عمليه التخطيط بالبساطه دي. كل انك محتاجه ورقه وقلم. بالعكس كمان ممكن الورقه والقلم في اوقات كتيره جدا يكون احسن من الكالندر او احسن من الاجنده، علشان الاجنده او الكالندر بيبقى فيها حاجات معينه، اسئله معينه، او كمان بتبقى متاح لك سبيس بس تكتب فيها. ولكن الورقه والقلم انت قدامك حاجه فاضيه، ورقه بيضه فاضيه تماما، انت اللي بتطلع مواهبك عليها. فحاول انك ما تتحججش انك ما عندكش الحاجه دي، لا انت لازم تبدا بالمتاح في ايديك. ودي مش حاجه على التخطيط بس، ولكن ده بشكل عام. ابدا بالمتاح في ايديك، وبعد كده لما الدنيا تكون احسن شويه تبدا انك تجرب مثلا الحاجه دي، اجرب اجنده معينه، اجرب كالندر معينه. وكل مره بتبدا انك تخطط بتعرف حاجه جديده، بتعرف مكان كويس بيبيع كالندر كويسه وبسعر حلو، بتبدا انك تشوف اجندات او الحاجات بتاعت السنه اللي بتخطط فيها وتكون تعرف الاسئله اللي في دي ايه وتعرف الحاجه اللي في دي ايه. فبتبدا انك يكون عندك وعي. ولكن انت في البدايه مش محتاج اي حاجه تبدا بيها الا الورقه والقلم. ما تعلقش اي حاجه على شماعات، ابدا بالحاجه اللي في ايديك. الورقه والقلم كافيين جدا 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 انك تبدا عمليه التخطيط. تاني حاجه لازم تعرفها قبل ما تخطط، وحاجه مهمه جدا جدا، انك يكون عندك فيجن واضحه لحياتك. يعني تشوف ايه هي اهم الحاجات اللي انت عايش علشانها دلوقتي، ايه هي اتجاهاتي اللي انا عايش علشانها، علشان مش كل مره تخطط يبقى بتاخد نفس الطاقه. لا، كل مره تقلل الطاقه اللي انت بتاخدها. في الاول هيبقى حاجه صعبه جدا بالنسبه لك. طيب يعني ايه فيجن اصلا؟ يعني ايه لازم يبقى ليا فيجن في الحياه؟ اوكي، انت مثلا في الفتره دي مثلا فتره ثانويه عامه، فانا كل حاجه عايزه اعملها في حياتي ان انا اطور من الانجليش بتاعي. فابدا ان انا احط نفسي في حاجه تطور لي الانجليش بتاعي. هبدا ان انا انزل كورسات معينه اعرفها. هبدا ان في مثلا فيديوز على يوتيوب كتيره جدا مهمه لازم ابدا فيها، تتكلم مع نيتيف سبيكر عشان تنمي مهارة السبيكينج بتاعتك، انك تسمع بودكاست كتير او تسمع افلام كتير عشان تبدا انك تنمي مهارة الليسننج. فكده بيبقى عندك فيجن. انا عايز اطور من الانجليش بتاعي، عايز مثلا اكون شخص قارئ، فاوكي فانت كده عندك خطوات معينه ظهرت لك تبدا تمشي عليها. تبدا انك تشترك في مكتبه مثلا عامه، تبدا انك تشتري كتب، تبدا انك تلاقي اصحاب هما كمان بيحبوا القراءه وتعملوا كوميونتي مع بعض تقراوا، او مثلا تشترك في اسبوع او يبقى ليك عدد سنوي من الكتب لازم تقراه، لازم كل اسبوع حد يتابع معاك، وحاجات حلوه جدا. من المهم جدا انك يكون عندك فيجن انت ماشي عليها، عشان كل شهر ما تستهلكش نفس الطاقه وانت بتخطط. طيب لو ما عنديش فيجن ممكن يبقى عندي ايه يسهل عليا؟ ممكن يبقى عندي خطه سنويه، وهو الاسهل من الفيجن. عشان في الخطه السنويه انك بتبقى قاعد عامل كل الكلام ده ومحدد اصلا انت عايز تعمل ايه، فبيجي تخطيط الشهر بيبقى سهل جدا بالنسبه لك. بتبقى قاعد تاخد مثلا 1 2 3 انا هاخدهم الشهر ده، علشان 5 و4 والحاجات دي كلها 4 5 و6 مثلا انا عملتهم قبل كده، فاللي ناقص لي من السنه دول فهاخدهم. فالتخطيط السنوي بيسهل عليك جدا. مش شرط برضو التخطيط السنوي يبدا من اول السنه، لا، في ناس بتبدا من يوم عيد ميلادها يبداوا يعملوا خطه السنه، في ناس بتبدا من السنه بدايه السنه الميلاديه، في ناس بتبدا من بدايه السنه الهجريه، في ناس بتبدا من شهر رمضان بيحسوا حاجه للتغيير. فابدا انك كده في اي وقت حاسس انك عايز تبدا تعمل خطه للسنه، اكتب خطتك السنويه. طيب انا شخص دلوقتي بادئ تخطيط، هتقولي افرضي انا ما عنديش فيجن ولا عندي خطه سنويه، اقفل بقى الفيديو ده وما خططش؟ لا طبعا، انت هتقعد دلوقتي تشوف ايه هي اكتر حاجه انت مأجلها وعايز تعملها، وابدا اقعد شوف
قسمها كده المايلستونز. انا عندي مثلا الحاجه اللي انا عايزه اعملها في 1 2 3 عشان اوصل لها، فابدا اشوف مثلا الشهر ده يا ترى هقدر اخد ايه منهم، يا ترى هعمل ايه. فده هيبقى حاجه عندك، وكل شهر هتبقى الحاجه دي ثابته معاك. فده حاجه بتسهل عليك جدا جدا، سواء انك يكون عندك فيجن لحياتك او عندك ريفرنس تكتب منه اللي هو الخطه السنويه، او كمان انك دلوقتي حالا لو ما عندكش ده او ده فانت تقعد تكتب لك ايه هي اكتر حاجه انت مأكلها واكتر حاجه انت عايز تعملها، وتوكل على الله وقوم اعملها من اول دلوقتي. ثالث حاجه مهم جدا 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 انك تعرفها، انك تخطط للشهر قبلها بمده. يعني ايه اخطط للشهر قبلها بمده؟ يعني قبل ما الشهر يبدا ما اجيش اخطط يوم واحد، لا اخطط مثلا على الاقل قبليها باسبوع، عشان اكون عارف بالظبط ايه هي الحاجات اللي انا المفروض اعملها. طبيعه مخ الانسان ان هو سبحان الله نساي، فممكن يكون عليا امتحان مهم جدا جدا واخطط على اساس ان الشهر ده فاضي انا ما وريش حاجه، واجي بعد كده اتصدم ان انا ورايا امتحان، فكل الاهداف اللي احنا عملناها دي بقى خلاص نبلها ونشرب ميتها، ونيجي في اخر الشهر نقول بصوا ما انا كتبت اهو الاهداف وما عرفتش احقق اي حاجه منها. لا، احنا اللي بنبقى من الاول غلطانين في كده. احنا بنيجي نكتب اهدافنا مثلا يوم واحد، فعقلك يتصدم فجاه اللي هو ايه يلا يلا بسرعه طلع لي اهداف. فانا مخي مش مصنع جوه، مفيش مصنع بيقول لي انت وراك ده وده وده وده، لا، انت مخك جوه محتاج يهدى كده يتريث علشان يعرف هو وراه ايه. فممكن يجي وانت بتكتب يوم واحد يقول لك اوكي انا كنت شايف حد منزل حاجه كانت جامده جدا يلا نعملها، مع ان ده ممكن ما تكونش اهدافك خالص، ولكن علشان هو مش لاقي حاجه يكتبها قدامه فبيبدا ان هو يخترع لك اي حاجه ان الحاجه دي دلوقتي مهمه بالنسبه لك، في حين انه لا. فانت اقعد اكتب الحاجه قبلها باسبوع كمان علشان مخك ما يتصدمش فجاه بالحاجه اللي عليه يوم واحد دي تكتب انا ورايا يوم 2 كذا، لا، عايزه قبلها باسبوع تقعد تفكر كده ايه هي المشاوير اللي عليا الشهر ده، ايه هي الاماكن اللي انا المفروض اروحها، ايه هي الحاجات اللي انا المفروض اذاكرها لو انا طالب، ايه هي الحاجات المفروض اسلمها لو انا شغال، وكل الحاجات دي. فبيبدا ان هو مخك يهدى على نفسه خالص، قاعد اسبوع بحاله بيفكر انا هعمل ايه في الشهر الجديد. تبدا يوم واحد كده بدايه لطيفه وهادي ورايق وانت عارف انت هتعمل ايه في الشهر ومرتب له من قبلها بشويه. طيب افرض انا بتفرج على الفيديو ده يوم واحد، افرض انا بتفرج على الفيديو ده يوم 10، افرض انا بتفرج عليه في نهايه الشهر، اعمل ايه؟ افضل قاعد اقول خلاص هاجل الحاجه دي للشهر اللي بعده؟ لا، ما تاجلش، عشان مخ البني ادم برضه تلقائيا اول ما بتاجل حاجه هو بيديليتد على طول، بيمسحها، بيقول لك انت لسه هتاجل، امسح يا عم احنا ورانا حاجات كتير اهم. فخلي دايما في دماغك انك التاجيل ده حاجه، لا انا دلوقتي بتفرج يوم واحد اوكي خلاص عادي جدا، سيبك من كل اللي فات، اقعد رتب بس ايه هي اهم الحاجات اللي عندك وابدا يا عم من اول دلوقتي، ماشي؟ رابع حاجة لازم تعرفها وانت بتكتب خطتك الشهرية هي الموازنة، او انك تعمل بالانس بين كل ادوارك في الحياة. شوف الاول ايه هي ادوارك. اول حاجه مثلا انا دوري ان انا ابنه، في ام واب لازم يكون ليهم اهداف في الحاجه اللي انا بعملهم، لازم اهتم بيهم. انا دوري ان انا صديقه، لازم اقعد مع اصحابي واعمل لنا مثلا خروجه في الشهر علشان نهتم ببعض. انا مثلا دوري ان انا طالبه، فانا عندي جامعه، في assignments لازم اسلمها، في محاضرات لازم احضرها، في سكاشن لازم اشتغل فيها وكل الكلام ده. دوري ان انا اخت، لازم اقعد مع اخواتي اشوف محتاجين ايه، نعمل كواليتي تايم سوا ونقعد نتعرف على بعض. دي برضه من الحاجات المهمه جدا، علشان الموازنه انت لو ما عملتهاش هو كده كده هيجي ايام مش هتتعمل لوحدها، هيجي مثلا ايام انت لازم هتيجي على دور علشان دور تاني. انت مثلا دلوقتي عندك امتحان، فاكيد هتيجي على دورك في الحياه، دورك على اخواتك، دورك على اصحابك شويه علشان تقدر انك تذاكر وكده. او مثلا عندك ظروف في الحياه، هيجي مثلا عليك وقت انك يكون عندك ظروف في الحياه، فطبيعي هتيجي على جانب الجامعه او على جانب الدراسه بشكل عام. ففي ايامك بقى العاديه حاول انت توازن بين الاثنين، ولا ده يجي على حساب ده ولا ده يجي على حساب ده، عشان كده كده هيجي عليك ايام ده هيجي على ده وده هيجي على ده. فحاول بقدر الامكان انك يكون عندك موازنه. خامس حاجه لازم تعرفها وهي نصيحه مش للتخطيط بس، هي نصيحه للحياه عامه. تقريبا كل الحاجات اللي احنا قلناها النهارده للحياه عامه، انك تشتغل بالمتاح، انك يكون عندك فيجن واضحه في حياتك، انك تعمل الحاجه او تخطط لاي حاجه في حياتك قبلها باسبوع، فكلها نصايح
في الحياه عامه. واخر واحده دي اهم واحده، وانك تخليك واقعي، وانها كذا مره، خليك بني ادم رياليستيك واقعي في حياتك كلها. انا وانا بخطط للشهر بتاعي، الشهر بتاعي 30 يوم، فما اخدش ال 30 يوم دول اكتب فيهم اهداف تتحقق في 60 يوم. انت كده بتضحك على نفسك وبتضحك على عقلك. الحاجات دي مش هتقدر مهما كان انت بني ادم، فانت مش هتقدر تحقق كل الحاجات دي، فتعمل ذكرى سيئه في دماغك ان انت ما بتحققش حاجه انت بتكتبها. فتيجي المره الجايه وانت بتخطط للشهر عقلك يقول لك قوم يا عم، قوم يا عم، ما احنا كل مره بنخطط للشهر وما بنعملش حاجه، ايه الجديد يعني؟ صح كده؟ فعقلك هيفضل يقول لك قوم، تضيع وقت، اعمل، علشان انت من الاول اصلا كنت كاتب غلط. فعالج المشكله من البدايه، خليك بني ادم واقعي. انا عندي 30 يوم اكتب فيهم اهداف ل 30 يوم، وان ما كانش اقل كمان، عشان في اوقات مهما خططنا ومهما كتبنا ومهما حسبناها بالورق والقلم، في حاجات بتبقى بره ايدينا احنا مش بنقدر نعملها. كان احمد ابو زيد بيقول هنا حاجه روعه رائعه، بيقول ما تعملش نفسك المستقبلي انك شخص اكثر ذكاء واكتر وقت واكتر فلوس واكتر طاقه. بالعكس، انت تعامل نفسك انك شخص اقل في كل حاجه، اقل في الطاقه واقل في الفلوس واقل في الوقت واقل في كل حاجه اقل منها. عشان دايما واحنا قاعدين بنكتب يبقى عقلك بقى في مرحله اللي هو ايه، انا هعمل وهعمل وهعمل واكون شخص ناجح وجامد ومعرفش ايه. نيجي بعدها بيومين بنبقى فقدنا الشغف. فلو الحاجه دي مش واقعيه، لو انت مش هتقدر تعملها وانت في حالتك العاديه الستيبل ستيت بتاعتك، عمرك 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 ما هتقدر تعملها. دخلنا في حته كيمياء كده علشان ايه؟ استفاد بالعلم اللي انا اتعلمته. دايما الذره الاتوم وهي واقفه، الذرات بتبقى في مستويات طاقه، الدور الاول مثلا والدور الثاني والدور الثالث والدور الرابع، فكل واحده بيبقى ليها المستوى بتاعها. انا مثلا واقفه في المستوى الاول، فجاه يجي لي طاقه من بره كده، الطاقه اللي بتجيلي فجاه كده في مخي تقول لي يلا انت هتقدر تعمل ومش عارفه ايه وكده، تروح جايه لي، تروح عامله ايه؟ الاتوم دي تطلع من الليفل اللي هي فيه للليفل اللي هي اعلى منه. فالحاله المرحله اللي هي واقفه فيها هنا دي اسمها الستيبل ستيت، ده المرحله اللي هي مستقره فيها. فلما تطلع فجاه كده بسقف طموحاتها بالطاقه اللي جات لها فجاه واحده دي، بتبقى في حاله من الاكزايتد ستيت. مهما عملت هي مش مستقره، وبمرور وقت قليل جدا هي بترجع تاني لاصلها وتبقى في الستيبل ستيت بتاعها. البني ادم نفس الكلام، عامل زي الاتوم. البني ادم بيبقى في الستيبل ستيت بتاعته، دي حالته الطبيعيه. فجاه يبقى مثلا اتفرجت على فيلم جامد جدا والبطل نجح ومعرفش ايه وعمل فلوس، او فجاه مثلا ابقى اتفرجت على فيديو تحفيزي من بتاع يوتيوب وانت تقدر وقوم دلوقتي حالا ويلا ذاكر برمجه والحوارات دي، في حين اننا في حالتنا الطبيعيه مش بنبقى كده. في الحاله الطبيعيه البني ادم بيبقى ليه قدر معين من المذاكره، ففجاه بتتنقل للاكزايتد ستيت، واول ما الطاقه دي بتروح منك ترجع تاني لحالتك الطبيعيه، فتكون حاسس نفسك انك فاشل ومش قادر. ولكن في الحقيقه انت اصلا في الستيبل ستيت بتاعتك دي بتبقى شخص جامد وكده لو عرفت تخطط. مثل جه على دماغي فجاه كده وانا بعمل معرفش ليه، ولكن كان لازم نقوله. كده الخمس نصايح بكل بساطه، انك اول حاجه تكون شخص واقعي. خلينا دي نقولها اول واحده، انك تشتغل دايما بالمتاح في ايديك، ما تستناش اجمد حاجه تحصل لك عشان تشتغل بيه، انك تخطط لاي حاجه انت عايز تعملها قبلها بشويه، انك يكون عندك فيجن محدده في الحياه. كده ناقص واحده، هي دي، انك ما تجيش على جانب علشان جانب تاني في حياتك. بس كده الفيديو خلص لحد هنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش سبسكرايب، شير ولايك وكومنت، وباي باي.